وأرسل جيشا لفتح بيت المقدس، لكن أهلها قالوا: لن نسلم المدينة إلا لعمر بن الخطاب بنفسه. فجاء عمر بثوب بسيط ونعله في يده، ومشى في الماء، وقال لأبي عبيدة: أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. وعندما وصل فتح أهل القدس الأبواب، وكتب عمر معاهدة تحفظ حقوقهم، وبنى المسجد العمري، وشارك في تنظيف المسجد الأقصى بيده. الدولة الإسلامية في عهد عمر. في عهد عمر كبرت الدولة الإسلامية جدا، ودخل فيها العراق ومصر وليبيا والشام وأجزاء من تركيا وأفغانستان. كل هذا وهو حاكم عادل لا يظلم أحدا.